بيراميدز وبداية كتابة التاريخ، والأهلي والزمالك بيتروقوا في الدوري المصري. لك أن تتخيل أن بيراميدز صاحب السبع أو 8 سنين هو دلوقتي لسه واخد لقب كأس القارات الثلاث من الأهلي السعودي قلعة الكؤوس. الأهلي السعودي صاحب الميزانية الأقوى، فرق السرعات، لعيبة عالمية. لك أن تتخيل أن بيراميدز قدر النهاردة أن هو يكسب نادي بحجم الأهلي السعودي، وفين؟ في السعودية وعلى أرض الأهلي السعودي. ماتش كان عالمي، قدر فيه فيستون مايلي وأصدقائه أن هم ينفجروا، والانفجارة العظمى كانت لفيستون مايلي صاحب الهاتريك في مرمى ادواردو مندي، عشان بيراميدز يكتب بداية تاريخ جديد للأندية المصرية على حساب الأندية السعودية. الأندية السعودية اللي قبلت من قبل الأهلي والزمالك وبيراميدز يعني لغاية دلوقتي كذا مرة، والبداية مع الأهلي قصاد الهلال ونتيجة 4-0 في كأس العالم للأندية 2022، عشان بعدها الأهلي لاعب اتحاد جدة ويكسب 3-0 في ملعب الجوهرة، الملعب اللي احتضن ماتش الأهلي السعودي وبيراميدز، اللي قدر بيراميدز يحقق اللقب الأول في تاريخه والتاني للأندية المصرية على التوالي، وهو كأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي. بيراميدز عمل ماتش عالمي، قدر فيستون مايلي ان هو يهاتريك في مرمى مينديز، حارس مرمى تشيلسي السابق ادواردو مينديز. تمام، ماتش للتاريخ. لك ان تتخيل ان بيراميدز قدر يكسب فرقة بالسكواد اللي انا هقول لك عليه. انتوا متخيلين يا جماعه حراسه المرمى في الاهلي السعودي لادواردو مندي؟ ادواردو مندي في حراسه المرمى. ادواردو مندي، فرقه فيها ادواردو مندي وفيها ديميرال، وعندهم كمان إيبانيز المدافع، وعندهم فرانكيسي، وعندهم ايضا انزو ميلو، وعندهم كمان جانيلو. تخيل الاهلي السعودي بالسكواد ده، ولسه الهجوم فيه العالمي رياض محرز، وموجود معاه ايفان توني، ومعاهم انزو ميلو. تخيل الاهلي السعودي بالمستوى ده وباللعيبه دي ما قدرش ان هو يحقق اللقب على حساب بيراميدز اللي السكواد بتاعه اقل بكتير جدا 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 عن مستوى الاهلي السعودي. بدايه يعني تاريخ الدوريات المصريه والانديه المصريه مع فرق السعوديه، نتائج كلها مبشرة لفرق المصرية. طبعا الاهلي، الزمالك، بيراميدز قدروا ان هم يحققوا يعني نتائج عظيمة جدا 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 مع اندية السعودية، وبيكتبوا تاريخ وبيقولوا ان محدش يفضل يقول الكورة الخليجية او الكورة العربية افضل من محدش يقول ان الانديه الخليجيه والانديه العربيه افضل من الانديه المصريه، لان الانديه المصريه في حته تانية خالص. اهلي، زمالك، وبيراميدز ابن امبارح اللي هو بقاله 8 سنين قدر ان هو يكسب اهلي جده اللي هو قلعه الكؤوس. مبروك لنادي بيراميدز اللي عامل اداء مشرف. لك ان تتخيل ان بيراميدز اللي لسه بقاله 6-7 سنين كان بطل دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات اول مره في تاريخه. بيراميدز اللي كان بينافس على بطوله الدوري لغايه لغايه الاسابيع الاخيره السنه اللي فاتت لولا وجود النادي الاهلي. تمام، بيراميدز اللي عامل اداء مختلف، اداء مشرف،
كلنا عمالين مستغربين بيراميدز واصل للاداء ده ازاي فرقه لسه لا تفقه شيء، ما عندهاش جمهور، فرقه بتلعب من غير جمهور، بتعتمد على لاعيبتها وعلى امكانياتها، فرقه لسه ما عندهاش امكانيات، ما عندهاش جمهور، ما عندهاش دعم، ما عندهاش حد يبقى في ظهرها. كسبت الاهلي السعودي في قلب السعوديه في ملعب الجوهره، الملعب اللي مليان بالجمهور السعودي المحب والعاشق لفريقه الاهلي السعودي، اللي قدر بيراميدز النهارده ان هو يحرجه في وسط ملعبه وفي وسط جمهوره. بيراميدز اللي عمل اداء مختلف، اداء مشرف، قدر ان هو يكسب 3-0 في وجود عمالقه ولعيبه، سكواد عالمي، سكواد لعيبه اوروبيه، حارس مرمى بقيمه ادواردو مندي، ولعيب بقيمه فرانك سي، ولعيب زي رياض محرز، ولعيب زي ايفان توني، لعيبه اوروبيه يا جماعه، لعيبه كانت بتلعب دوريات اوروبيه. لك ان تتخيل ادواردو مندي ده كان حارس تشيلسي، رياض محرز نجم المان سيتي، تمام، ايفان توني كان بيلعب برضه في الدوري الانجليزي، ولعب في انديه مهمه، لعب في ويجن، ولعب في ويست بروميتش ونيوكاسل. فعندك لعيبه فرق سرعات رهيب. بيراميدز قدر يجاري ده ويكسب النهارده ويحقق لقب وهو مهم. انا شايف نجاح بيراميدز الفتره الاخيره، ودي حاجه انا حابب ان انا اشارككم فيها، ان دي حاجه مهمه ان بيراميدز يقدر يعمل ده. انا قاعد كاهلاوي، انا كمشجع اهلاوي، وفي بعض المشجعين الزملكاويه اصدقائي كنا قاعدين حزنانين، كان كلنا حزن ان الاهلي والزمالك عاملين اداء سيء جدا قدام حرس الحدود وقدام الجونه، في الوقت اللي بيراميدز بيلعب فيه ماتش للتاريخ قدام الاهلي السعودي وبيقدر يتغلب عليه على ارضه وفي وسط جمهوره وب3 اهداف مقابل هدف. فيستون مايلي ابدع، ولا شغل ولا اروع، جاب 3 اهداف، هاتريك، ثالث لاعب افريقي يجيب هاتريك في اي حاجه ليها علاقه بكاس العالم للانديه. طبعا اول حد كان الليبي حمدو الهوني، تاني واحد كان وسام ابو علي، تالت واحد فيستون مايلي. بيراميدز عامل اداء مشرف جدا. وبيراميدز تعالوا بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه. السبب الرئيسي لبيراميدز ان هو يوصل للمرحله دي الفتره الاخيره هي ان عندهم مدير كوره محترم جدا جدا جدا، وهو النجم في مكانه فعلا، هو شريف إكرامي. شريف إكرامي هو بيلعب دور مدير الكوره في نادي بيراميدز، قادر ان هو يحتوي اللعيبه، قادر ان هو يسيطر على اللعيبه، قادر ان هو يطور من الفرقه اللي معاه. كان قبليه عبد الله السعيد، دلوقتي بيلعب الدور ده شريف إكرامي، قدر ان هو يحقق لقب مهم جدا جدا جدا. مبروك لنادي بيراميدز، هارد لك للاهلي السعودي وكل جماهير السعوديه. ماتش مختلف، ماتش تمام، يعني ماتش ظروف غريبه، ظروف مختلفه. كلنا كنا متوقعين ان نادي الاهلي السعودي هياخد اللقب، محدش كان يتخيل خالص ان بيراميدز يقدر ان هو يجاري الاهلي السعودي، خاصه في الظروف اللي احنا فيها دي، والطفره اللي عاملها الدوري السعودي والانديه الخليجيه عامه، وبالاخص الانديه السعوديه. لعيبه اوروبيه، لعيبه بمليارات، لعيبه بملايين، بيقدر بيراميدز بسكواد قليل بالنسبه للسكواد بتاع الاهلي السعودي ان هو يجاري الاهلي السعودي، ويقدر ان هو يخطف منه ماتش زي ده ببطوله، وهي بطوله مهمه زي كأس القارات الثلاث. مبروك لبيراميدز، مبروك لكل الجماهير المصريه. حاجه حلوه، حاجه تشرف ان انت يبقى عندك البطوله دي منوره مصر لموسمين على التوالي، الموسم اللي فات مع النادي الاهلي والموسم الحالي مع نادي بيراميدز. مليون مبروك لنادي بيراميدز اللي اجتهدوا وعملوا شغل محترم. مبروك للكابتن شريف إكرامي، مع ان انا ما بحبش بيراميدز بس لازم ان احنا نبارك لهم، اداء مشرف وحاجه مهمه وبطوله مهمه بتضاف لدواليب المصريه، لدواليب البطولات المصريه.
وهارد لك لكل اهلنا في السعوديه. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس، ما تنسوش تعملوا كومنتات كتير وتتفرجوا على الفيديو للاخر. بحبكم، سلام.